لا مفيش فضايح ان شاء الله. انا اتصاحبت، انا قابلت محمد وبقينا اصحاب وهنجيب سكوتر وهنرجع المدرسه. طيب دلوقتي محمد عنده مشكله في التخاطب صح؟ هو عايز يروح التخاطب ليها مدرسه، يعني لها مدرسه، يعني الفرع اللي في خورشيد عندنا ليه مدرسه. في مدرسه تخاطب في خورشيد، في فصل عاملين له فصل من 10 سنين. ربنا يخليك. يعني من 10 سنين هو يخش، بس المشكله ان انا شهادته على القاهره، ورقي كله على القاهره، ماليش مش عارفه. يعني لو نقلنا لك ورق القاهره ده على اسكندريه يدخل على اي مكان، يعني لو اتعمل حتى على عنوان اهلي محدش. لا انت هاتي لي عقد ايجارك اللي انت عاملاه ده اعمل لك عليه بطاقه. ماشي، انا معايا عقد ايجار جديد. انت منفصله ولا؟ معايا صوره القسيم، معايا قسيمه بتاعت القاهره. طب وجوزك فين امال؟ في القاهره. ما بيصرفش عليهم مثلا حاجه؟ ولا ربع جنيه؟ ولا حتى عشان انا مثلا اروح اشتكي في محكمه الاسره، هي مش انا عارفه لو هو معاه هيدينا، بس هي الدنيا انا ليا قصه ثانيه لوحدها، فانا مش عايزه اجي عليه اكتر ما الزمن جه علينا وعليه. خلاص يبقى هو سيبيه ربنا يكرمه. بيشوف العيال طب ولا ما بيشوفوه؟ ما عندوش شغل ثابت، ده كان جزار والدنيا ضاقت، وكان عندنا شقه وعنده عربيته وعنده محل والدنيا ضاقت بيه، وانا شفت في سكه بقى المخدرات بتاع، ما بقاش عندنا حاجه، وهو دلوقتي في مصح، فهيصرف عليه ولا اروح اشتكيه ولا هيتحبس؟ لا هو مش ناقص. هو مش ناقص. ايه اللي جابك اسكندريه بقى؟ عشان انا اهلي هنا. اصلا اهلك من اسكندريه؟ اهلي من اسكندريه، قلت يمكن يقفوا جنبي، محدش واقف، انا بتحايل على والدتي بقى لها من سنتين تيجي تضمني واعمل بطاقه. يعني انت معكيش بطاقه كمان هنا اسكندريه؟ بطاقتي على القاهره. منتهيه. يعني المفروض كنت عملتها من زمان، مش عارفه، مش قله فلوس، قله ان انا اروح يقول لك هات واحد يضمني. طب اجيب واحد يضمني منين؟ لا انا اعمل لك، اروح استماره اعملها هنا بالستماره ماشي، وادفع 200 جنيه ولا ادفع 250 جنيه لو تخلص بالفلوس، قال لك لازم واحد يضمني. لا ما تقلقيش، انا هعمل لك البطاقه ونعمل ورق محمد هنا بس يروح لمدرسه التخاطب ضروري. السنه الجايه. طب يعني ده كام سنه؟ ديت من مواليد 15 11. سنه كام؟ سنه كام؟ عندها كام سنه؟ دلوقتي هي باتت سنه، دلوقتي باتت سنه، مش فاهم بقى لسه هطلع وراها، باتت سنه عشان المفروض كانت تخش السنه دي المدرسه. قال لك لا عشان هي مواليد 15 11، المفروض 15 11 اللي فات كملت 6 سنين. طب ما دي مشكله، موضوع البطاقه لما تيجي تدخليها هيقول لك هي القاهره برضه. لازم اعمل بقى اغير بطاقتي واغير لهم شهاده ميلاد الكمبيوتر، اعملها لهم على اسكندريه، ما انا لو بطاقتي على اسكندريه اعملها لهم على اسكندريه، واعمل لهم وراهم على اسكندريه، والدنيا هتبقى، وعامل معاش برضك هيسند شويه جنب حبه الخضار وجنب الخضره. انت قولي لي بقى بتشتغلي ايه بقى بالظبط؟ انت اللي بتزرعي الكلام ده ولا بتشتريه من الغيط؟ لا انا بشتري من التجار. من التجار. عندنا ناس عندهم غيط بيقطعوه وبيوزعوا بقى ليا ولغيري ولغيري، وبتشتري وتيجي تقعدي في سموحه هنا؟ بقعد هنا وعامله فرش بردك عند البيت، لما الدنيا بتضيق بينا الحال هنا بقعد هناك. طب ما فيش دكان تأجريه مثلا هناك في المنطقه؟ انا اجرهولك، لو انت عايزه تعملي مشروع اعملهولك. يا ريت والله، ايدي على كتفك، مش عايزه فلوس، تعالى اجر لي حته محل وافتحه، وانا يا عم مش عايزه حق الخضار، انا هجيبه بالقسط وهشتغل انا. ماشي. انا هجيبه وهسدد انا من ثمنه من عليه، بدل ما اعمل في الشارع بلا لما بتمطر احنا ما بننزلش. طبعا الدنيا لما بتمطر طبعا حالك بيقف. حالي بيقف، ساعات ما بيبقاش معانا حتى 10 جنيه نجيب بيها اكل للعيال، فلازم غصب عني انزل بيهم والدنيا بتمطر وبقعد، يا اما هنا يا اما عند بيتي. طيب الكلام ده انا مش بكذب فيه، الكلام ده انت ممكن تيجي عند لا ما انا كل ده هتحقق منه، وتيجي وتشوف عند بيتي وتسال الناس في الشارع، وتسال الناس اللي جنبي برضك بيساعدوني، وناس ولاد حلال قالوا لي اقعدي تحت البيت لما الدنيا تمطر واقعدي يمكن. لا طب في محل جنب البيت عندك ايجار ممكن نأجره؟ في كذا محل بس ايجارات غاليه، الايجار بيبدا من 700 ل 800 جنيه، انا شقتي ب 700 جنيه بالميه بالنور. طيب يعني انا مأجره شقه ب 700 جنيه بالميه بالنور بالغاز، والله بتخش اكتر من 700 جنيه، اما انا لسه دافعه ميه 135 جنيه ميه، ولسه وصل الغاز ما جاش، ولسه وصل النور ما جاش، بدفع. طيب يعني بس خلينا بص يا ام محمد، بس يا ام محمد خلينا بس نركز الاول. انا بقول لك، ما انا بقول لك بص خدي لي، هي مش كل دوت عبء عليا حضرتك، وما عنديش انا معاش، وانت ست جدعه حتى و100 لو راجل، عندي معاش حتى 300 جنيه ولا 400 جنيه هكمل عليه واحطه. صح ولا انا غلطانه؟ صح. اما انا ما عنديش حاجه خالص، ما فيش حاجه، انا والدي كان في شركه، لو عملت بطاقه هروح اقدم على المعاش بتاعه. طيب اعتبر البطاقه اتعملت،
يا ريت هتفكي لي ازمه. ماشي، واعتبري ورق الولاد جه اسكندريه. انا بقول لحضرتك انت دلوقتي هتصورني وهتعمل لي انا ناس هنا قبل كده يا ست الكل انا مش بتاع بصي انت بتشحت، انا ما بشحتش حاجه من حد. جدع والله. انت لو بصي انت لو بتشحتي او محمد بيشحت انا ما كنتش هجيلك. انا محمد قلت له برضه خد فلوس، قال لي لا انا ببيع نعناع، وقعد يعد النعناع وما رضيش ياخد اكتر من حقه. حصل يا استاذ ولا ما حصلش؟ وانا قلت لك ما تعملش كده وحسابك لما الرأي. لا ليه؟ هو الواد جدع بيحاول يساعدك. ماشي، ما هو بيحاول يساعدني، بس هنا برضك ولاد الحلال ولاد الحرام كتير اكتر من ولاد الحلال. طبعا عندك حق تخافي عليه. صح، هياخده تسول. صح، هيقول لي هيوديه الاحداث، هيشحطتنا انا وهو عشان ورقه مش على اسكندريه. صح. سامع يا استاذ محمد؟ وانت عندك هو مش مدرك، هو برضك مش مدرك. ما انا عارف. محمد حبيبي، بس اكيد يعني حضرتك امك خايفه عليك عشان ممكن تقع في مشكله، ما تقومش من جنبها خالص. تعمل لي بطاقه يا ريت. هنعمل بطاقه وهنعمل دكان عند البيت تقعد بقى هناك فيه، ما تتحركش منه، تساعد امك هناك ماشي، وترجع المدرسه وسكوتر. وهجيب عنده سكوتر. حك عليا ولا تقول لي ما عندكش سكوتر؟ لا لئيم، عندك سكوتر. جايبه له كوره كفر قد كده عشان يقعد ويلعب انا مش بحوش عنهم. ربنا يخليكي ليهم يا رب. انا عنده لبس تاني بس ما ينفعش يجي لي هنا عند الشغل، مش عشان حاجه، عشان هو اللبس غالي ما يتبهدل. ربنا يخليكي ليهم وتجيب لهم احسن حاجه في الدنيا. بس اهم حاجه انا عايزه من حضرتك لو هتعمل فعلا عايزه البطاقه. انا بالبطاقه هطلع اروح بصي اهم حاجه البطاقه. هتلاقي الدنيا مقلوبه عليكي. بطاقه ومعاش ودكان. ايه تاني؟ بس مش عايزه حاجه. ومدرسه لمحمد ومدرسه حنين. البطاقه هروح اقدمه على مدرسه عندنا في خورشيد، في فصل عاملين فصل من 10 سنين. حلو. بقول لك من 10 سنين وانا عندي 10 سنين كمان. انت عندك 10 سنين يا محمد؟ حلو. تاكل يا محمد؟ تقول لي اتفضل يا محمد، انت عمال تضرب كده وسايبنا نتفرج. تاكل ايه وريني؟ بياكل كاتشب وعيش. بتاكل كاتشب؟ خواجه انت تاكل كاتشب يا محمد؟ ينفع يعني كاتشب يعني؟ بياكل ايه وانت حالين شغاله كاتشب كمان؟ ربنا يخليكي ليهم يا رب. اهم حاجه بس هي البطاقه، كله يبقى تمام. بجد هي البطاقه اللي انا اعمل معاها. يا ست ام محمد والله الموضوع خلصان. والله احنا سمعنا 100,000 مره من ست البلد اللي احنا فيها دي. انا عارفه لو عندي في القاهره مكان وورقي كله على القاهره. طب حلو قوي، ارجعك القاهره. لو عندي مكان ان انا اقعد فيه وشقه، والله عيشتنا هناك اريح بكتير. حلو. عايز ترجعي فين في القاهره؟ انا تبع رود الفرج. عايزه ترجعي فين في رود الفرج؟ في اي حته ان شاء الله، اوضه بمطبخ بحمام. احسن من اسكندريه؟ احسن بكتير، احسن مش بكتير، احنا قعدنا فيها 17 سنه. طب ما انت حددي لي طلباتك، ترجعي رود الفرج ولا تقعدي في اسكندريه ونقلك البطاقه؟ لا اعمل لي بطاقه وهقعد هنا مش مشكله. بلاش رود الفرج يعني؟ ما ليكي رزق هنا، امسكي في هنا وخلاص. انا ليا رزق هنا. هعمل مكان هنا واعمل برضك شغل هنا وهحط لهم مدارس هنا. ماشي. بس اهم حاجه ايه؟ اروح يقول لك انت منتهيه بقى لها 3 سنين. بص يا ست ادفعي 700 جنيه يا ست ام محمد، انا اسمي احمد سالم، مذيع في قناه القاهره والناس. بس ده طبعا ملوش دعوه بالقناه، انا بعمل حاجه او يعني بحاجه شخصيه على صفحتي لمساعده الستات الجدعان اللي زيك، وانت ست جدعه وب100 راجل وشغاله وشقيانه على اولادك وتستحقي كل خير. وخدي رقمي هديهولك بعد التصوير. هتكلميني ان شاء الله. يعني حضرتك والله انا هنصب عليك يا ام محمد. لا مش هتنصب عليا. امال ايه يا ابو محمد؟ مالك يا ابو محمد؟ بقول لك اكتر من الحكومه. يا مالك يا ابو محمد؟ لا عزمتي عليا بكوبايه نعناع ولا باي دور واجب يعني سايبانا كده. اعمل اجيب لك شريط تليفون. تسلمي يا رب. بالتليفون انت واصله بقى في المنطقه هنا. لا واحد هنا عامل برضك مكان، عامل مكان هنا بيعمل شاي. لا بصي احنا ضد حكايه الباعة الجائلين ان انت تفرشي في الشارع والكلام ده. هنعمل ايه؟ انا عارف، ما انا هكمل. بالله عليك احنا هم بيقول لك انتوا بتسوقوا سمعه البلد، احنا بنتعلم. لا انا اولا متعلمه. انت دارسه ايه؟ متعلمه ايه؟ انا معايا الثانويه العامه من ايام انا عندي 37 سنه. في حد واحده ست تقول سنها برضه ام محمد؟ ماشي يعني زمان ماشي. معلش يعني القرايه والكتابه غير دلوقتي. ماشي. ده اول حاجه. ثانيا بنعرف برضه لو بنفك الخط بنعرف ان انا ولدت. احنا الباعة المتجولين بتوع الشارع مسوقين سمعه البلد ومخلين شكل المنطقه وحشه. هنعمل ايه؟ واحده مثلا معاها عيلين وما معاش ولا معاش ولا نيله ولا زفت. الحكومه بتضايقك هنا ولا لا؟ اكيد طبعا، ما هو كل شويه ينزلوا يصورونا وياخدوا غرامات، يعني مش عايزين حد يقعد. بالله عليك هجيب اكلي وانا وعيالي منين؟ اصرف منين؟ لا عندك حق. وبرضه ممكن اجيب لي حبه ب 200 جنيه خضره عند بيتي مش هيعملوا 20 جنيه مكسب. مش هيجيبوا همهم هنا مش ما انا بقول لحضرتك هي المناطق الشعبيه الخضره فيها رخيص. بجيب ب 200 جنيه الخضره
مكسبهم 40 جنيه، بجيب ب 200 جنيه خضره بقعد بيهم هنا، مكسبهم يبقى 150 جنيه. عندي اقعد عند بيتي ولا هنا؟ لا هنا طبعا. ما هنا الواحده بجنيه، انت هنا بتبيعها الواحده بجنيه، لو بنص جنيه برضه. حلو. ما بقولش لحد اديني حاجه، لو حد بيساعد مننا. طب ما انا لو خدنا كده دكان عند بيتك، ما هو برضه هيبقى الاسعار رخيصه هناك. ماشي، بس انت مش هتحط خضره، حط كل حاجه بقى. بصل، هتجيب فاكهه، هتجيب خضار، هتحط بنت حنين، بنت حنين، شيلي اللي انت رميتيه في الارض يا بنت، اوعي تعملي كده تاني. احنا كل ده بنكنسه. لمي يلا. ماشي يا حنين، ماشي. لمي ده بسرعه. ايوه. في كل الخضار اللي انت هتحطه، هتبص تلاقي برضك كل حاجه بمكسبها مهما كانت قليله ممكن تعمل لك في اليوم 70. يعني دلوقتي خلينا بس نتفق يا ام محمد. ما هي انت بتقول ممنوع. لا انا بتناقش، انا عارف انه ممنوع. بصي انت بتتناقش معايا وانا بتناقش معاك، وانا مقتنع بكلامك ان انت مضطره، والدوله برضه والبلد مضطره، فخلينا نوصل لحل. احنا بنوصل لحل بقى، بنمشيها بالحب. لا ولا مش عايزين رشوه ولا حب ولا الكلام ده ما خالص. قلناش رشوه، ما حدش بيجي يقول لنا هاتوا اكراميات يعني. واحنا لا، في واحد ممكن يحس بواحده زيي بيسيبها ويمشي. تمام. بيسيبها ويمشي، هيعمل لها هياخدها يحبسها؟ لا طبعا. عشان حتى حبه خضره لو خدوا مرمام في الزباله مش هيحصل له اي حاجه. اتفضلي يا حبيبي. ماشي يا ام محمد، انا هديكي رقمي وزي ما اتفقنا، محل عند البيت وايجاره والبطاقه والله ومدرسه العيال. مش عايزه اعمل لي انا بس بطاقه ومدرسه العيال، ومش هاجي هنا تاني، هروح افرش في اي حته. لا انا هجيلك تاني، بس انت خدي رقمي وكلميني. ماشي. وان شاء الله بينا لقاء. وانت يا استاذ محمد هتخش المدرسه التخاطب خلاص، وكل لما تنجح فيها هجيب لك هديه، بس تفضل في المدرسه، اتفقنا؟ قعدوا يقولوا شقه ومش شقه ومحتاجين ايه ومش محتاجين ايه وحكومه ومش حكومه وعيب وما تقعدوش في الشارع، ده بقى ما يعملوا يا جماعه حته شقه من بلدنا. قال لك ماشي. ما تخافش يا محمد، ما تخافش يا حبيبي. خلوهم يحبسونا، هنتحبس، هناكل عندهم وهنشرب عندهم وننام عندهم. بصي اي حق، انا هديكي رقمي، اي حد يعمل لك اي حاجه اطلبيني، اتفقنا؟ بصراحه هنا احنا هنا ماشيين يعني انا بقول لك بعيدا عن الموضوع ده، نازله حمله ولا حاجه بناخد بعضينا انا وعيالي. لا ربنا يكرمك ان شاء الله في عيالك وكله يبقى تمام. اي طلبات اخرى؟ لا يا استاذ محمد، بس أحمد. يا استاذ احمد، ماشي. يا استاذ احمد زي ما انت جيت وقلت لي وصورتني، انا مش خايفه ان انا بعد ولا واحده. بصي. معلش يعني، ولا واحده ثوابت ولا دخلت اسم ولا لا انت ست محترمه، انت ست محترمه. انا واحده بناشد عليا، انا كنت عايشه في مصر بقالي 17 سنه. معلش. في الاخر جيت قعدت في بلدي، من حقي ان انا اعمل بطاقه، بس ظروفي مش مساعداني. انا هخلصها لك. انتهى الكلام بقى خلاص. انتهى الكلام. حنين عايزه تقولي حاجه يا حنين؟ خشي